جماعة النهارده هاعمل أكبر قطعة بحر بالإيبوكسي هتبقى عالمية أوي بجد، وأول حاجة جبت لوح خشب قطعته على قد المقاس علشان مفيش قالب بالحجم ده، وعلشان تتخيلوا الحجم دي كده لوحة تعتبر كبيرة، ودي اللوحة اللي هاعملها النهارده. حطيت عليها بلاستيك أبيض مطفي علشان أعزلها ودهنتها من كل حتة، ولما نشفت اديت لها وش كمان، وجمعت طوب وخشب كتير من حتة جنب البحر، وجبت صخر من البحر نفسه وفرستهم علشان أختار منهم اللي هيتحط في اللوحة. رسمت الديزاين بالرصاص ولزقت الخشبة دي عشان المية تنزل من تحتها، وثبت الحاجات التقيلة الأول، ورحت أعمل الألوان اللي هتبقى في الباك جراوند، وعملت 3 درجات علشان أعزل جزء البحر تاني ودمجتهم في بعض، واللون ده كده كده مش هيبان بس بيفرق في الفينش. حطيت ايبوكسي ومعاه المصلب وبعدها رمل علشان أعمل أول طبقة، وبدأت أصبها وأوزعها على اللوحة كلها وسبتها تنشف، وعملت بالطين نجوم بحر وظبطتهم علشان يبانوا طبيعي أكتر، وجبت كابوريا كبيرة وأصغر كابوريا في الدنيا علشان أحنطهم وأثبتهم في اللوحة. شلت الأحشاء بتاعتها وخليتها تاخد بوز جامد كده وسبتها تنشف، وقسمت الحاجة اللي هثبتها وبدأت بالصدف والتفاصيل قبل ما الايبوكسي ينشف. والفيديو كامل موجود على القناة او في اللينك اللي تحت، لان الفيديو ده طويل شوية والفيديوهات هنا اخرها دقيقة.